الفيروسات كانت هتدمر الجهاز، كذلك أنا وإنتي وكل اللي تعرفيه. مش دايما هنمشي في السكة اللي كنا رسمينها وبنحلم بيها، على طول الخط دغري من غير كعبلة من غير معطلات. مفيش حد عاش كده أبدا. دي يمكن صورة سمعناها في غنوة، كمل واجري ودوس وهتوصل وهتنجح، أو أنت أقوى من كل شيء ولا حاجة هتوقفك في طريقك طالما عارف سكتك. كل ده ما بيحصلش. أنا ممكن أكون عارفة طريقي كويس بس بقع، عارفة الطريق بس دخلت في حارة سد، عارفة الطريق بس تعبت ومحتاجة أخد نفسي. كلام الأغاني أحبطني أكتر مما هو قواني، شككني في نفسي بدل ما ساعدني إن أنا أكمل. عشان كده بحب الكلام الفعلي اللي مش بيعيشني في الوهم، زي ما الكتاب بيقول: لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. عارفة هنا نفهم إيه؟ إني هقع واتعطل، واحتمال كمان أدخل في حتة ضلمة، وجايز جدا أتوه. بس مش بنقف هنا، إذا سقطت هقوم، وإذا رجلي دخلت في حتة ضلمة الرب نور لي. فخليني أشوف وحاول بيه ومعاه وارجع للنور. وهو ده الريستارت اللي لما نتعطل أو فيروس يهنجنا أو زحمة تعطلنا أحتاج إن احنا نعمله، حتى لو هنبدأ من جديد. احنا مش آلة متبرمجة على إنها هتمشي، احنا لحم ودم ماشيين بقوة ونور ومحبة ربنا. لو تايهة وخايفة ومتعطلة، دي مش هزيمة، دي محطة هتعدي وتكملي تاني بعدها.